السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مؤمن. ومنا هنعمل ايه النهارده يا منى؟ هنعمل الكايزر بتاع الهمبرجر. هيبقى احلى ان شاء الله كايزر هتشوفوه في حياتكم. هيبقى احلى وانضف وبتكاليف بسيطة جدا ومن البيت. دي كفاية ان هي من البيت، ان هو الامان كله. ومعروف كمان هي معجونة ازاي وايد مين اللي محطوط فيها. تعالوا معايا بقى اقول لكم المقادير بتاعتنا ايه. معانا كوبايتين دقيق، معانا معلقة خميرة كبيرة، معلقة ملح صغيرة، معلقة سكر كبيرة، 3 معالق زيت، وبيضاية، وكوباية لبن. السمسم ده هنخليه في الاخر، انتوا هتعرفوا هو بتاع ايه. تعالوا بقى نعجن مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الملح الاول دي رشة ملح صغيرة يا جماعة. والسكر. دي معلقة سكر كبيرة. في ناس بتخلي الخميرة ان هي بتعملها الاول بره، اللي هي اختبار. بتختبر الخميرة بره. اختبار الخميرة، وفي ناس بتحطها كده. انا بفضل ان انا بحطها كده. هي حسب الرغبة يا جدعان، في ناس بتبقى مقلقة من الخميرة لا تكون بايظة فما تفرش، وفي ناس بتبقى مخليها على الله يعني. لا، انا عارفة ومتأكدة ان الخميرة الحمد لله كويسة. دول ال3 معالق دقيق. 3 معالق زيت، اسفة. والبيضاية. وبيضايه. والسمسم دوت المفروض ان احنا بنستخدمه يا جماعه في الاخر خالص، اللي هو بيبقى على الوش بتاع الرغيف. المفروض ان الطريقه ديت يا جماعه بتاعت الكايزر او الفينو في العموم، تمام، ده اللي بيحب يعمل الحاجه في البيت ان هي تبقى قدام عينه وعارف مين اللي حاطط ايده فيها. تمام. ومعانا كوبايه لبن. هننزل بيها بالتدريج، يعني مش هننزل بيها مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا دلوقتي بنحط اللبن. وهنحط يا جماعه كوبايه اللبن سنه بسنه. تمام. كده مش هنستخدم بقى اللبن كله، لان هي كده مظبوطه في القوام بتاعها. او العجين يا جماعه ما خدش كوبايه اللبن بس كلها. مش كل دقيق، في دقيق بياخد لبن بزياده او ميه بزياده، وفي دقيق ما بيستخدمش المقدار اللي هو مظبوط، بياخد ميه اقل. كده العجينه بتاعتنا بقت جاهزه. هنسيبها بقى تخمر، واول ما تخمر هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما العجينه خمرت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هندهن ايدينا بالزيت وهنلم العجينه بيه. نطلع منها الهواء. كده دي جاهزة معانا صينية هدهنها بالزيت. زيت حاجات بسيطة، يعني مش كتير. هنكور بقى معانا العجينة اهو. كده نحطها في اللبن، نطلعها في السمسم. هنعمل واحدة كمان معاكم. من كل واحد بقى وذوقه، هو عايز يعمله قد ايه، يعمل الحجم بتاعه قد ايه. كده نحطها في اللبن، من اللبن للسمسم.
هنسيبها تخمر وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما الكايزر بتاعنا استوى، سيبناه يخمر شويه وبعد كده دخلناه الفرن. وده بقى شكله النهائي، بقى طري وجميل. هنفتح واحده مع بعض. بسم الله. ده شكلها من جوه بعد ما استوت، هش جدا وطري ومش مكلف، تعمليه بأسهل حاجة في البيت. اشوفكم على خير في فيديو جديد.